مسنطح وقلب بحار وما يجمل. انا مركب بالرعب على اصحاب الرشله في وهران ويسمعوا به كاع الجزائر. طيب علالي من مواليد الخمسينات، الاصل تاعه من بشار، ليدا في بلعباس اكزاكت في سيد الجلالي. يقفل 9 سنين من عمره داهم بوهم الحي العريق الحمري الموجود بولايه وهران. من تما بدات لا كارير تاعه في الميليو. طيب علالي ما يجملش، وكي تشوفه في الصوره ماشي خشين ولا سمين، وزن خفيف نورمال عادي، بصح قلب بحار بزاف. كي يدخل في دبازي ولا في دي باكار اللي فيه قنطار يطيحه، اللي طويل اللي قصير ما يعرفش يجمل، اللي كطبه يردخ. ونزيدك حاجه ليكن في علمك، هو النقطه السوداء تاع الشاب خالد. شكون طيب الالي في هذاك الوقت كان خالد كي يدير العراس هو يدخل يدي له كاع الدراهم ويعطيه غير شويه ويقول له روح. مام الشاب خالد هو كان يصرف على الطيب الالي وكان يترجل بيه وكان داير اسم بيه. الالي ما كانش يجمل على الشاب خالد، كان كي يدير حفلات يدي له كاع دراهمه، وكون يبغي ريكلامي الشاب خالد ولا يهدر يهدى. الالي كانت في حاجه مليحه، هو ما كانش يبغي على ابناء الحي الشعبي العريق الحمري ولاد حومته. كان اي شخص يبغي يتعدى عليهم ولا يحقرهم يكون له الالي بالمصاد ويكمل معاه ديريكت. وليدات الحمري ذاك الوقت كانوا يبغوه بزاف وكانوا يهضروا باسمه. طيب الالي كانت حياته كومبلي حباس، غير يدخل يعاود يخرج. كي حسبوا له المده اللي مفوتها في السجن في القضايا تاوعه 20 عام ضاربها في السجن. قدر الله ما شاء فعل، وفي نوفمبر 1988 توفى في السجن. طريقه الوفاه تاعه كانت مؤلمه، لان سنه 1987 خرج طيب الالي بلا كراس من السجن ودار اكسيدون بالموطو وين قردت كراعه. في 1988 عاود دخل للسجن، وفي السجن قعدت توجعه كراعه وطلب من لي غارديان باش يدوه للمستشفى، ولي غارديان طولوا عليه. هو كان قلب بحار وكان منيرفي لدرجه كبيره وين هرس التيلي تاع الصاله اللي كان موجود فيها في السجن. هذيك الدقيقه صدموا عليه لي غارديان وعزلوه وعطاوه المخبط ما حبسوش. ومن بعد بلعوا عليه في غرفه معزوله وخلاوه على الساعه 4 صباحا. طيب الالي ما قدرش يقاوم ذاك الضرب والفظ انفاسه الاخيره مباشره. طيب الالي عدد القضايا تاعه لا تعد ولا تحصى في المحاكم بوهران. متابعيني الكرام، بهذه المناسبه اللي جبدنا فيها طيب الالي نحبكم كامل تترحموا عليه. واذا شفت التفاعل في هذا الفيديو راح نحكي لكم على شخصيه اخرى نخليها لكم سيربريز.